السلام عليكم ورحمة الله، وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتلقاكم هاد لا فيديو بتمام الصحة والعافية. اليوم جيتكم بوصفة معروفة بزاف في الغرب الجزائري، واللي هي الكرنتيكا ولا القرنطيطة كما يقولوا لها البعض، بوصفة جديدة نوعا ما وسهلة بزاف تختصر علينا الوقت. اذا نحتاج كيلة ولا كاس تاع حمص وثلاث كيسان تاع ماء. الكاس هذا اللي كيلت به يهز 250 مليلتر. اذا نخلط حتى يتحلى الحمص مليح في الماء ونديه فوق النار مع تحريك المستمر. اذا هذه الوصفه مليحه بزاف للي يعانيو من النفخ ولا اللي ديرهم الكرنطيطه لي غاز. اذا راح نضيف هنا الملح حسب الذوق ونديها فوق النار. هنا النار قاويه. كي يبدا الخليط تاعي يغلي او يبدا يثقل نقص النار خلاص هادئه، تكون خلاص للاسفل، ونبقى نحرك بدون توقف باش ما يلصقش الحمص لتحت. وايضا علاه نقص النار باه نخليله الفرصه انه يطيب بغرضه، لانه كل ما طول وهو يطيب كل ما دارلناش من بعد لي غاز. الوصفه تاع اليوم راح نطيبها معكم فوق طابونه ولا فوق النار للي ما عندهمش الفور. نفس الوصفه تقدروا ديروها طبعا في الفور عادي في بلا مدهون وتحطوها في الفور. اذا هنا درت 2 مغارف تاع كمون، نص كاس تاع حليب، قطعتين جبن تقدروا ديروا اكثر، وهنا ثاني تقدروا ديروا الجبن المبشور. انا راح نديره من بعد فوق الوجه فقط، ونخلطوا كلش مع بعض. الوصفه هذه راح تجي طريه وما ديرناش خلاص هذيك الطبقه اليابسه ولا تحط لتحت، راح تجي طريه وكريميه وبنينه تسخف. وزياده على هذا هي وصفه معروفه باللي مشبعه. قرنطيطة يعني تشبع ومفيدة أيضا. الحمص عنده فوائد بزاف. القطاني طبعا معروفة أنها مفيدة في الشتاء، فهي يعني تسخن وتطلع المناعة وتطلع درجة حرارة الجسم، يعني الإنسان ما تحكموش ما يصابش يعني بنزلات البرد. يعني به ما نكرهوش من لي سوب فنستبدلوهم بوصفات كيما هادو. هنا ضفت ربع كأس زيت فقط، ما نكثرش بزاف. اذا شفتوا الكاس هذا اللي كيلت به خرج لي كونتيتي تكفي توكل 4 اشخاص الى 5، يعني كونتيتي ما شاء الله. هنا نبقى نخلط حتى نتهبط شوي درجة الحرارة تاع الخليط تاعي. بعدها نضيف عظمة ولا بيضة ونواصل التحريك. البنات اللي راها جديدة معنا في القناة ما تنسايش اختي تخلي لي جيم وتشتركي وتفعلي الجرس بيلحقوك جديد الفيديوهات. خلي لي كومنتير، ايضا لي كومنتير تاعكم يشجعوني بزاف باش نزيد نحط لكم دي فيديو واحد اخرين. اذا من جهه واحده اخرى نكون حطيت مقله فوق النار دهنتها شوي فقط بالزيت ونخليها تسخن شويه يعني، ونحط مباشره الخليط تاعي. نفس الطريقه تقدروا ديروا قلت لكم الوصفه هذه في صينيه مدهونه في مدهونه بزيت ولا بزبده وتحطوها في الفور عادي كما موالفين. فقط لانه هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم راها طايبه دو فوا فما تحتاجش انها تتقراتينا من الفوق، يكفي انها تطيب من جهة واحدة في مقلاة عادي. اذا حبيتوا ديروها في الفرن عادي. فقط يعني هذه تدبيرة للي ما عندهاش فور تقدر دير قرنطيطة في المقلة. اذا النار تكون اقل شوي من المتوسطة ونخليوها تطيب، ما تطولش بزاف، ما 20 دقيقه نص ساعه تكون واجده. اذا هنايا بعد ما وجدت كنت راح نطفي لها، رشيت لها شوي فقط فلفل عكري وفرماج رابي. طبعا هذا الشيء يبقى اختياري. نقدموها في خبز فيه شويه هريسه، اللي حب يدير لاصوص تاع مرقاز ولا مرقاز، فرماج قطع، فرماج فوندو ولا المايونيز. هذه الاضافات تبقى اختياري، يعني ضيفوا واش حبيتوا. هنا راح نضيف شويه جبن مبشور. وبهذا تكون وصفتنا لنهار اليوم وجدت. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومنتار، واللي مش مشتركة تشترك. إلى لقاء في فيديو آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.